بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلموا بالدرجة باش التلاميذ يفهموا. عندنا مشكلة كبيرة في إعراب الفعل الماضي مع التلاميذ. يعني التلميذ مسكين ما يفهمش، الأستاذ يعرف ليه لكن هو ما فهمش. شوف معايا، أنا ذهبت، إذا هذه جملة كاملة. هذه الجملة كاملة، هذا اسم أنا. وإن بدأت الجملة باسم فاعلم بأن الاسم هو مبتدأ وما يليه قد يكون خبرا، فالجملة الاسمية مبتكرة. إذا هذا مبتدأ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ذهب فعل ماضي مبني على السكون لأن الباء أصلية، مبنية على السكون. إذا فعل ماضي مبني على السكون. نحن ذهبنا، الباء أصلية مبنية على السكون. إذا فعل ماضي مبني على السكون. كل حروف هذه باء كلها مبنية على السكون. ما يأتي بعد الباء، ما يأتي بعد الحرف الأصلي الأخير هو الفاعل. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. هنا هي مشكلة كبيرة. أين الفاعل؟ ما يأتي بعد الباء، التاء والتاء. إذا هذا ضمير متصل في محل رفع فاعل. الألف هذه، الميم مع الألف تدل على الاثنين، والميم هذه بدون ألف تدل على الجماعة، الجمع. فعل مضارع. هنايا ركزوا معايا، نتكلم بالدرجة، اسمحوا لي. أذهب، أنا أذهب. أنا دائما اسم، والاسم مبتدأ. ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. هذه أذهب فعل مضارع مرفوع بالضمة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره. ودائما فعل المضارع كنقيس وحده ومعه الفاعل، إما لاصق فيه كما هذا لاصق فيه الياء والألف والواو، ولكن قلت لاصق فيه أراه ضمير مستتر. إذا أذهب فعل مضارع مبني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل تقولها بالسيف منك. والفاعل ضمير مستتر مغطي فوق ستار النافذة في محل ضمير مستتر تقديره لهذا الضمير اللي كنا بانين به. أذهب أنا، هذا الضمير هذا أذهب أنا. إذا أذهب أنا هنا مبتدأ أنا، وأذهب فعل مضارع، وهذه والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة الفعلية أذهب أنا في محل رفع خبر للمبتدأ. شوف هذا مبتدأ وهذه كاملة خبر، وهذا فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر، وهكذا معها كاملة فقط. هنايا نقول أنت تذهبين، أنت تذهبين. شوف أنت ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. هذا مبتدأ لأنه اسم. أنت اسم لأنه يدل على إنسان. تذهبين فعل مضارع، عشان نقولوا فعل مضارع مرفوع. كيف مرفوع؟ نطلعوا في هذه الفوقانيين. فعل مضارع مرفوع لأنه دائما يكون مرفوع. نفكروا هذوك العاديين. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. شوف الأفعال الخمسة شوي معقدة، تقرأ الأول تقرأ الثاني ترجع للوسط. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه أفعال خمسة. وياء المخاطبة، شوف بعد الباء الأصلية يجي الفاعل. ياء المخاطبة فاعل كما هنايا، بعد الحرف الأصلي جاء الفاعل. هنايا في المضارع بعد الحرف الأصلي جاء الفاعل. ياء المخاطبة فاعل. نجول هنايا تذهبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين فاعل. تذهبون فعل مضارع مرفوع من جبناها. شوف وعلامة رفعه ثبوت النون ولأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة فاعل. هذا الفيديو درناه في الدار بالدارجة باش يكون سهل، ودرناه في الدار لأنه التصوير في المتوسطة لا برخصة من المدير.